نصيحة من أخ لأخته، أي موقف في الخطوبة ربنا ورهولك ما تعديهوش أبدا. لسه واحدة بتكلمني بتقول لي يا ريت حد يستفيد من الحكاية بتاعتي يا دكتور رامي لو ممكن تعرضها. أنا بنت عمري حاجة وعشرين سنة، حافظة للقرآن وبشتغل معلمة للقرآن الكريم، وعلى قدر من العلم والعيلة الطيبة والاحترام والجمال الحمد لله. وتزوجت من واحد كنت معجبة بيه يعني في يوم من الأيام وما بصرحلوش بمشاعري دي، وده عيبها برضو إنها حبته. وبعدين ربنا أراد واتخطبت له فترة طويلة، وعدت كل المواقف، كل ما يحصل أي موقف تعديه عشان هي بتحبه. وحتى والدها سهل قوي في الجوازة، احنا مفروض انت تجيب كذا وتجيب كذا. قال له يا ابني اللي تأثر فيه انا هجيبه، اللي تأثر فيه انا هجيبه، لحد ما الجوازة عدت. ولاحظوا كده كام حاجة بتحصل، وخلي بالك من الإشارات اللي بتحصل بالذات قبل الجواز. ولما تستخير ربنا اعرف ان ربنا هيديك إشارة، ما تعملش نفسك عبيط مش شايفها. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هيوريك آية، هيوريك حاجة، هيوريك علامة، هيوريك إشارة، هيوحيلك كده بفكرة بموقف هتعرفه، ما تعديهوش بقى. وما ربك بغافل عما تعملون. لذلك لما تستخير ربنا في أمر زي الجواز، يبدأ يحصل أي حاجة تخلي الموضوع يتيسر، اعرف إن ده إذن من الله إن الموضوع يمشي. لقيت بيحصل مشاكل، وده يشد مع ده، ودي تعمل مش عارف موقف، ودي تبص لي بصة، وده يتخانق مع دي، وانت قاعد تعدي، ما خلاص بقى عيب بقى، ما تفكر شوية وركز. فهي بتقول حصل موقف كده قبل الجواز بيوم، كنت بعت هدومي ومش عارف ايه، لقيتهم خدوا حاجات وسرقوا حاجات وبهدلوا حاجات. وجيت اقول مامتي بتقول لي مش عارف مامته ازاي كده، راحت مامته جايه وزعقت لينا في البيت، وابوه جه وزعق لنا، وهو جه ورفع صوته على ابويا ومش عارف، ومواضيع بقى فيه خناقه ومد ايده. خلاص بقى اهربي. قالوا لها لا بس عديها، يلا بقى اكتبي الكتاب عشان خاطر منظرك. طب ما هي لما يبقى اسمها مفسوخه احسن ما يبقى اسمها مطلقه. والحمد لله انها قالت طب هتجوز بس اجل الخلفه شويه. عاشت معاه كام شهر، بتقول لي اليوم كنت بدعي يا رب اليوم اللي بعده ما يطلعش عليا. اسوأ معامله، بيت عيله بقى، اخدمي امي واخدمي اختي واخدمي خالتي واخدمي عمتي، انا جايبك خدامه وهي بنت ناس يعني. ومعامله اسوأ، ومصاريف بالعافيه. ما اعرفش ليه الرجاله بقت كده. انت يا عم ايه بتحاسب الست على الفلوس اللي بتصرفها؟ ده اللي عايز يرزق يتجوز. ده انت ما تقولش ما معيش فلوس عشان اتجوز، قول انا عايز اتجوز عشان يبقى معايا فلوس. الرزق الكبير يجي في الجواز، حافظ عليها، يمكن يكون رزقك بسببها، يمكن يكون بيتك مفتوح بسبب حاجه بسيطه هي بتعملها. ما تخسرش باب الرزق في البت الطيبه اللي عندك الغلبانه دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان. يعني اسيره عندك، فانهن عوان عندكم. يعني قاعده عندك زي الاسيره، زي ضابط مقعد واحد في الاسر، مش قادره يا عيني تروح ولا تيجي. حافظ عليها، بلاش بقى تلطش لها وتبهدلها ووريني. عشان كده اكتر صوره ربنا ذكر فيها اتقي الله اتقي الله هي صوره اللي خاصه بالجواز والطلاق، سوره الطلاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واتقوا الله يا اولي الالباب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجر. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ربنا بيقول لك ما تبهدلهاش. بعد كده معامله وتلطيش ومش عارف ايه. قالت له لا ليه كده، ده انا بنت ناس، ليه بتبهدلني وليه مخليني خدامه؟ طب وبعد كده راح مش عارف سافر وسابها، وقعد مع حد تاني من قرايبه وسابها، ومفيش معاشره طيبه ومفيش معاشره زوجيه ومفيش مصاريف. الحمد لله انها ما خلفتش. بقت بتعيط لحد ما جه في يوم من الايام بهدلها وقال لها اطلعي يلا غوري من البيت. متنك قوي عشان بيتك، متنك قوي. ده في رجاله بيقول للست كويس ان انا بصرف، ده في بعضهم بياخد فلوس مقابل انه جوزها. خلي بالك من اي اشاره قبل الجواز. الستات الكويسين، وفي ستات وحشين، بس الستات الوحشين قليلين، الستات الكويسين اكتر. الرجاله بقى الوحشين اكتر واكتر واكتر. خلي بالك بقى، عشان لو وقعتي في واحد ابن ناس طيب ما تبهدليهوش برضه، عشان نادر قوي انك تلاقي واحد ابن ناس، انك تلاقي واحد طيب. وفعلا خرجت من البيت ولقيته بقى بيقول لها طب اقول لك حاجه بقى، لو انت عايزه تطلقي اتنازلي لي بقى عن كل حاجه، والا هفضحك، والا هقول عليك ان انت بنت شمال، وعندي كام صوره ليكي وانت بقميص نوم هنشرهم على الفيس لو ما خليتنيش، لو ما تنزلتليش عن حاجه. بقت بتقول له يا عم لا قايمه ولا ذهب ولا عفش ولا، بس هو ربنا هيبارك له؟ تفتكروا ربنا هيبارك لواحد مبهدل واحده ست؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيقول ايه؟ الضرب
يعني فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال ايه على الضرب؟ قال ولن يضرب خياركم. يعني الراجل الكويس الخير المحترم مش هيضرب، ابن الناس مش هيضرب. والست برضو المؤدبة المحترمة ما توصلش الراجل لانه يعظ وما تسمعش الكلام، ويهجر وما تسمعش الكلام، ويضرب وما تسمعش الكلام. لا، الست الصالحة هي من تنصلح بالموعظة، بس يا دوبك يجي يعظ بس يقول لها كلمة، خلاص يا حبيبي اللي انت شايفه هو ده. وبتقول لك الحمد لله انفصلت، بس مش قادر اثق في حد لانه كان بيمثل حلو قوي في الجواز. فقلت لها لا، اثقي واستخيري ربنا وقولي يا رب اديني اشاره، ولما ربنا يديكي اشاره ما تعديهاش، ما تنفضيش، لا باين اهو اشاره نو. وسيبوا لبعض فتره الخطوبه، لانها بتقول لي انا كنت في فتره الخطوبه عامله ضوابط الضوابط الضوابط ما شلتهاش الا يوم الجواز. لا مش قوي كده، الضوابط مش قوي كده. الضوابط دي مع الرجل الاجنبي. واحد اجنبي ما ينفعش اقعد معاه، ما ينفعش اتكلم معاه، ما ينفعش يشوف شعري. لكن واحد جاي يتجوز يشوفك ويشوف شعرك، ده باراء شرعيه مش بمزاجي. وروحوا يعني اقراوا وابحثوا هل يجوز رؤيه شعر البنت اللي انا خطبتها، ويشوف كل حاجه ويتكلم ويسمع، بس من غير خلوه يعني، ما يسوقش فيها برضه. بس في نفس الوقت ادي نفسك فرصه، اعرفيه. ما تبقيش قاعده مؤدبه وهي حتى كل ما تقول له طب انت ما بتتكلمش ليه، يقول لها اصل في ضوابط. طب انت اصلك ما ردتش عليه، اصل في ضوابط. بقى يستهبل يحط كله في الضوابط. وبعد ما اتشالت الضوابط واتكتب العقد وبقيتي جوزتك، تعالي يا بنت ده انا هظبطك. طب ليه؟ ليه؟ وانت فاكر ان ربنا مش شايفك؟ البنت الاسيره اللي عندك اللي ملهاش اب ولا اخ ولا حاجه، وبالذات لا قدر الله لو يتيمه، ربنا ممكن يقسمك نصين. فاكر لما خليتها تتنازل عن كل حاجه وتسيب لك كل حاجه، انت كده بقيت الواد الفتك الكسبان؟ ما تعرفش ربنا ممكن يعمل ايه. عاملوا بعض كويس وشوفوا اشارات ربنا، واعرف ان لما واحد يستخير ربنا، ربنا بيديله 3 حاجات. اما يشوف رؤيه، وده مش شرط، ده لو كان يعني عنده علاقه وايمان بربنا عالي قوي، او يجي له كده احساس بانقباض او احساس بانشراح، وده برضه يعني لو ايمانه نص نص. اما لو ايمانه ضعيف بقى زي حالتي كده، ولا يشوف رؤيه ولا يحس باي حاجه، بس يلاقي الموضوع ماشي، او يجي يمشي فيه يلاقيه بيتعقد. وهو ده الصح. ما تستناش رؤيه ولا تستنى مش عارف انشراح وانقباض، ساعات بيبقى من الشيطان. امشي في الموضوع، مشي بيمشي بكل سهوله اسهل مما تتخيل، يبقى ده الخير. ما مشيش وبيتعقد بكل الطرق اصعب مما تتخيل، ما تقعدش بقى تدور فيه. خلاص، علامه الاذن التيسير، وعلامه عدم الاذن ان ربنا وقفه. ولو وقف ما تجيش بعد كده تندم عليه، ولو مشي ما تجيش تقول هو مشي ليه، ما دام استخرت في الاول. واضح ان هي ما استخرتش في الاول.